السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما يكون عندي بقى حمام هعمله ان شاء الله. ده اللي احنا عديناه بفضل ربنا عز وجل. تمام. لسه بقى الحمام طبعا. بنعمل ايه؟ الردمة دي. البطولة كلها في حمامك والخبرة في الردمة دي. كل بطولتك وحمامك في الردمة دي. تردم كده، شايف؟ تردم، شايف؟ ركز. عشان سامي جد الله طول عمره يشيل تحت الارض هنا كده من مطرح المهندسين ومطرح المقاولين. شايف الشغل عامل ازاي؟ اسمنت بالاسمنت. سامي جد الله طول عمره يشيل بلاوي سودا ورا المهندسين، مش هتكسف من حد، ورا المقاولين. المهندس يردم رمل عامل عزل ويجيب لك يا فندم انسومات ويا فندم بتنجانات ويا فندم مش عارف ايه، وطبعا كله كلام فارغ. تردم برمل بوظت الدنيا. مدرستي الحمد لله النهارده بقى لها حوالي بفضل ربنا 40 سنه في التاسيس والتشطيب باذن الله. عمري ما عزلت، بعمل اسمنت ورمل بمونه بسيكا او بالزمان او النهارده في الاديبوند بتاعنا الجميل معروف. بعد الشركه تضمن افرش تمام، منتي تمام 100 100 تمام، واسقي الحمام تمام مظبوط بالماده والاسمنت الابيض الاسمنت الاسود والمونه ومساها تمام. يجي المره تشتغل بعد كده خلص الحيطان بتاعته. قبل ما يشتغل بيكون عامل ايه الشغل ده؟ شايف؟ هو ده شغل المعلمين. هو ده شغل المعلمين، شايف؟ هو ده شغل المعلمين الاساتذه اللي عايزين يعملوا فعلا شغل العميل فعلا يحافظوا عليه ويحافظوا على بيته. انما تردم برمله انسان ما عندوش ضمير. اللي يردم برمله ده في حمامك انسان ما عندوش ضمير خالص. ليه بقى؟ الرمله هتعمل لك منقع ميه، هتعمل منقع ميه، ولما تعمل منقع ميه لو انت بقى هتعمل قرد الليل مش هتعرف تنزل تصلح الموضوع ده خالص، مش هتعرف تصلحه. عشان يتصلح لازم تكسر الارضيه. طب ما احنا فيها نردم مظبوط تمام. يا عم اللي عايز يعزل يعزل، مش مشكله، ماليش دعوه باللي بيعزلوا، هم احسن مني. لكن عندي مبدا ايه هو؟ زي ما قلنا في منى عشان ما نكترش في الكلام، وبعد كده تعمل الردمه بتاعتك ان شاء الله. بعد كده الردمه بتاعتك ان شاء الله. هو ده الشغل بتاع المعلمين الاساتذه تفضل طول عمرها الارضيه بفضل الله سبحانه وتعالى. انا بره الحمام اهو، بره الحمام. تفضل طول عمرها بفضل الله سبحانه وتعالى، تفضل طول عمرها تمص رطوبه، لكن مش النهارده تردم رمله تعمل منقع ميه تحت البلاط، وبعد كده في الصيف تيجي تبك في الجدران وتلاقي حمام نهائي كده ضارب. عندي رطوبه ولسه عامل حمام جديد من ايه؟ من الرمل. عندي رطوبه في اوضه النوم يا حاج، وعندي بعد ما عملت الحمام من ايه؟ من الرمل. محدش يردم رمل، اخر كلام. نهارك ابيض. ولما يعدي ونخلص ان شاء الله هنوجه الحمام وربنا يستحنا وحالكم. ده اللي كنا بنفور منه الظهر جوه الحيطه هنا كده، وماشيين واحده واحده مع بعض عشان نتعلم ونعمل شغل بلدنا نظيف، ناس محترمه تشتغل عند الناس وتعمل حاجه نظيفه عشان ربنا يبارك لها في قرشها. السلام عليكم.